هنبدأ نحكي بأشياء مفيدة وزينة وأجاوب الأسئلة اللي لقيتها بالدايركت كلش هواية. وهواي بنات سألوني على الحنة صارت أسئلة هواي. أكو هواي بنات تقول إحنا ما عندنا إمكانية نشتري حنة غالية وما عندنا، هاي راح تمام. تجيبون حنة الفاو، إذا تريدوها تصير حمراء تشترون كجرات تعجنوها بمي الكجرات وتنحط بس بالشعر 6 ساعات أو تباتين بيها وتغسليها الصبح. وناس يقول قبل شوي جيتي على القناة آسا أنا ما أخلص من البرنامج قبل أرجع للبيت، لا أختلط ولا شيء لأنه أخاف. نجي نحكي يا حجية شلونك؟ زين. المهم راح أنطيكم طريقة ثانية تثخن الشعر والطولة. راس بصل أثرم أقطعه مربعات، ثوم راس ثوم أقطعه مربعات، أخليه بجدرية وأخليه شوية مي، أخليه شوية يفور مو ذبل، ونطلمونه مالته أجيبه أخليه بالخلاط أو أخليه شوية زيت زيتون وأضربه بالخلاط. من أضربه بالخلاط يصير قوامه كريمي، أخليه بالشعر لمدة 4 ساعات وأغسله بالأسبوع مرتين هم تقوي الشعر. شفتي الأشياء ايش قد سهلة؟ ها؟ استفاد عاد أنا شو أسوي بالحنة؟ وين أخليها؟ خليها بشعرك. بهاي أظافيرك طبعا. المهم اكو شغله ما راح احكيلكم بيها. طبعا اني ما بي شيء طبيعي. اي والله فيلر لا هنا ما عندي والله ما الله، بس هنا وهنا وهنا يعني من ما تشكيني بيها فيلر ماكو شيء طبيعي، بس عيوني. المهم هسه عفونا من كل هذا الحكي، اريد احكيكم شغله مهمه صدق يعني على الشقه. اليوم اذا نجي نحكي احنا على الاشياء والتغذيه وهاي الامور، فانا احب اشارككم كل الاشياء اللي انا اسويها حتى انه تقدرون انه تحافظون على نفسكم وتدارون نفسكم، لانه كلنا نعرف انه ماكو علاج، بس اكو شغله انه انا اقدر اقوي مناعتي. اذا قويت مناعتي حتى لا سامح الله اذا انصبت انه انا اقدر اقاوم، تمام؟ حتى انه انا ما اتبهدل بالمستشفيات وما اوصل لهاي المرحله اللي يوصلوا لها الناس. فقررت انه شو اسوي؟ اكو اشياء حلوه زينه مفيده للجسم انه نحن نقدر ناكلها. هوايه مثل يقولون الثوم تعرفون ايش قد بيه فوائد للجسم؟ الثوم مو بس انا من راح اغذي نفسي من الداخل، انا حتى بشرتي شعري حيتغذى، كل الامور اللي بيها حتتغذى، فهنا أنا اكو فائده. اكو شغله همينه مهمه، هواي ناس الثوم ريحه الثوم، لا نعمه الله هاي حرام تقولون تمام. الثوم اذا تقرون عنه بالجوجل، كل واحد عنده انترنت وعنده جوجل يقدر يقرا ويقدر يفيد نفسه. تعرفون شنو بي فوائد؟ رؤيا راح اقوم ارجع عليه واخري منه. المهم الثوم بفوائد هوايه. اول شغله انه نقدر نسويها انه احنا نقدر ناكله، والاكل ناكله بس انه يفضل انه ينكال فريش، تمام؟ فاني شو اسوي؟ اذا اخليه ويا اللبن او اخليه ويا الخيار او ويا هاي حتى انه انا اقدر اكله. عندك مناعه قويه وين حظي. المهم انا احاول انه عصير برتقال، المي والليمون ينظف الجسم من السموم. هاي الامور كلها سهله بالبيت وتقدرون تسووها وكلنا نقدر نسويها. مثلا انا دا اخذ فيتامينات، دا اخذ اوميجا 3، دا اخذ مالتي فيتامين اسمه من الزيت للايد، كل المجموعه بي. دا اخذ فوليك اسيد، دا اخذ فيتامين سي، هاي الاقراص. فاكل هاي الاشياء همينه، الثوم، عصير البرتقال، الاشياء الفواكه، الخضروات، كل الاشياء الخضراء كلها مفيده، تفيد الجسم، تغذيكم. فلذلك
تاكلين ثوم وما عندش مناعة، والله أنا هسه بديت أقوي مناعتي يعني بصراحة. شوفوا فيروس كورونا بشنو فادنا؟ فادنا إنه واحد بدأ يهتم بنفسه، يهتم بصحته، يهتم بعافيته. مو مثل قبل كنا ناكل كل هذا الفاست فود والأكل اللي من برا وهاي، بس إحنا قمنا ناكل كل شيء بالبيت، كل الأشياء صحية بدينا ناكلها وبدينا إنه نقوي نفسنا. وهواية بنات يسألوني على الشعر. بنات أهم شغلة، اكو بنات يحطون حنة ما يستفادون، تمام، واكو بنات يحطون ماسكات الدنيا ما يستفادون، اكو بنات يحطون حنة وماسكات يستفادون. الفرق وين؟ فوليك اسيد مو مال التشوهات مال الحوامل، ما له علاقة بالحوامل، هو ايضا انه شيء مفيد للجسم، بيه حديد. المسألة وين؟ انه اني اليوم من اني اجي شعري يتساقط، ليش اني افكر اغذي الفروة بس واغذي الشعر؟ زين خلي افكر انه اني عندي فقر دم، عندي نقص فيتامينات، يجوز انا عندي نقص D3، يجوز انا عندي نقص حديد، يجوز عندي نقص بمخزون الحديد. زين هنا اني من عندي هاي النقوصات كلها بجسمي، غير المفروض اني اعالجها، يلا اعالج الفروه من برا. فالمفروض اي بنيه تعاني من تساقط، تعاني من ضعف بالشعر، تروح تسوي تشيك اب عام، تسوي فحص عام، تعرف شنو النقوصات اللي عندها بالجسم، تعالجها قبل ما تعالج شعرها من برا. فهذا ضروري، تمام، مهم جدا بنات. لازم انه انا اعالج المشاكل الداخلية قبل ما اعالج يعني المشاكل الخارجية مثل التساقط والامور الاخرى. فالمفروض انه تشيك اب عام، اعرف المشاكل اللي عندي من الداخل واعالجها. هذا الموضوع اللي هو مهم جدا بالدرجة الاولى. اختي تخبلت ادري. اللي يسألوني عنها أي بنية عندها مشاكل بشعرها، أول شغلة تروح تسوي تشيك اب عام، فحوصات عامة، أسوي فحص عام، أشوف مشاكلي شنو الداخلية، شنو الفيتامينات والنقوصات اللي عندي، بعدين أنتقل للمرحلة الثانية اللي هي العلاج الخارجي. أني واحدة من البنات بديت شنو؟ بديت أول شيء أخذ فيتامينات، عالجت فقر الدم اللي عندي، عالجت كل المشاكل اللي عندي والنقوصات بالفيتامين. يلا بعدين قمت أسوي هذا جوز هند أخلي بشعري، قمت أخلي حنة، قمت أحقن ميزو بشعري، وهاي الأمور الثانوية. ليش ما جاي تنزل فيديوهات ميك اب؟ والله